النهارده وبتاريخ 17/8/2025 وبالتحديد الساعة 1:03 الظهر حصلت مشكلة ما بين سيدة من الزقازيق محافظة الشرقية وما بين أخو جوزها أو سلفها. المهم الشخص ده واللي واضح إنه متضايق جدا من السيدة دي لدرجة إنه سحلها على السلم قدام عيالها، واللي لا فرق معاه عدم وجود أخوه ولا فرق معاه إنها ست بطولها ولوحدها ولا فرق معاه عيال أخوه اللي واقفين يتفرجوا. المهم الست دي كانت نازله من فوق وتقريبا كده نازله من عنده هو ومراته بسبب مشكله ما بين الاولاد الصغيرين وبعضهم، وسواء عيال دول او عيال دول فالمفروض انهم اولاد عمومه، يعني الشخص ده عمهم وعيالها ابوهم عم اولاده، يعني مش ناس جيران ولا ناس اغراب. المهم الشخص ده خلاها نازله من فوق وقام خانقها ونازل فيها ضرب. حاول احد اولادها الصغيرين انه يطلع يدافع عن مامته ويشدها من ايد عمه، الا انه ده اثار غضب عمه مره اخرى وكمل سحل في الست لحد ما نزلها على اخر السلم. وسط صوتها واستنجادها واستنجاد اولادها الصغيرين اللي شايفين عمهم بيعمل كده في مامته. الست دي المفروض بتشتغل مدرسة، واللي حصل من عمهم ده وبدل ما كان المفروض ان عمهم بمثابة ابوهم طول ما ابوهم مش موجود، اصبح عمهم عبء عليهم وبيعمل كده في والدتهم وابوهم مش موجود. الواقعة دي ظهرت للعلن حوالي الساعة 1 الظهر بتاريخ النهاردة 17/8، واللي لولا كاميرات المراقبة ما كانتش الواقعة دي ظهرت للنور ولا كان الشخص ده اتحاسب، لان بالفحص مفيش بلاغات اتقدمت. فلولا الكاميرات دي اللي بنصح كل واحد يركبها قدام بيته، مش علشان المشاكل دي بس، عموما تركبها قدام بيتك امان ليك والاولاد، لان لولاها زي ما انت شايف ما كانتش الواقعة دي ظهرت للنور ولا الست دي كانت خدت حقها. اللقطة اللي جاية دي بقى اهم لقطة في الفيديو كله. قلت لك الواقعة دي حصلت الساعة 1:03 الظهر، علشان بعدها ب3 ساعات يا مؤمن، يمكن اقل من 3 ساعات كمان، وزارة الداخلية المصرية تعلن في بيان رسمي ليها على صفحتها على الفيسبوك انها تمكنت من القبض على الشخص ده هو وزوجته، وبالفحص تبين عدم وجود اي بلاغات من اي من الطرفين، وبفحص السيدة تبين وجود كدمات متفرقة بها، علشان وزارة الداخلية باللقطة دي تضيف سطر جديد في سرعتها كأسرع جهاز حكومي في مصر حرفيا في الفترة دي. الحقيقة يا عزيزي اني مش مستغرب على الاطلاق من اللي عمله الشخص ده في مرات اخوه، خصوصا واخوه مش موجود، لان الواقعة دي بيحصل زيها آلاف الوقائع في مصر كل يوم، بس الفرق ان الواقعة دي اتصورت، باقي الوقائع ما تصوروش. ومش بقول ان المدرسة او الست المجني عليها ديت مش غلطانة، لان الكل فعل رد فعل، ولكن ده ما يعفيهوش على الاطلاق ولا يديله صلاحية انه يلمس شعرة من شعر الست دي، سواء بقى كانت مرات اخوه او مش مرات اخوه. في الحقيقة ما كانش ينفع اقفل الفيديو ده من غير ما اوجه شكر كبير لوزارة الداخلية على سرعتها في ضبط الامن. لو معايا في الكلام ده ما تنساش تسيب لي رأيك تحت في الكومنتات، وبرضه ما تنساش تقول لي رأيك في اللي حصل النهارده. اختم كلامي قائلا: خليها تنضف، وبتنضف وهتنضف طول ما فيها وزارة داخلية محترمة وشغالة بكفاءة عالية بالشكل ده، وطول ما فيها شعب محترم زي حضراتكم ما بيقبلش العيب. بس كده.